السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أصحابي متابعيني وكل اللي بحبهم، النهاردة انتوا سألتوني عن أسئلة كتير جدا جدا خاصة بالإير فراير. الفيديو ده معمول علشانكم. تعالوا نجاوب كده على كل الأسئلة اللي دارت جوه خاطركم ونشوف هنلاقي لها حل معانا النهاردة ولا لا. تعالوا بقى نتكلم. هي مهمة، هي أصبحت ضرورة في الحياة. النهاردة أقدر أجيبها لكل عروسة، هتساعدها كتير. أولا هتوفر وقت، هتوفر جهد، هتوفر خامات بالنسبة لها. انتوا عارفين الزيت بقى غالي قد إيه، وأكيد والأهم ان ولادنا كلهم بيميلوا للمقليات. دي حاجه مهمه. طيب يا ترى بقى هختار بناء على ايه الاير فراير بتاعتي؟ في 6 حاجات لازم تحطوها في الاعتبار. اول حاجه منهم ان احنا نختار الاير فراير اللي يكون معاها ضمان. تاني حاجه تكون الجوده بتاعتها. تالت حاجة تكون السعر مناسب ليا واقتصادي. رابع حاجة يكون حجمها مناسب والسعة اللترية بتاعتها تكون مفيدة يعني عدد أفراد الأسرة. طيب أهم حاجة هي الإمكانيات. يا ترى الإمكانيات اللي هتداني هتكون إيه؟ وفيها سهولة للتنظيف. طيب في حاجات كتير جدا هنخلي بالنا منها. تعالوا بقى نشوف النهاردة المفاجأة اللي معايا هيتوفر فيها كل المميزات دي وينطبق عليها المواصفات والشروط. يلا بينا نشوف. النهارده يا جماعه مفاجأتي هي رافال. رافال الاير فراير بتاعتها مش قادره اقول لحضراتكم. رافال غنيه عن التعريف. مش انا اللي هقول لحضراتكم انه رافال ومنتجات رافال واجهزه رافال. حضراتكم اللي اخدتوا من رافال الخلاط والعجان والحاجات كلها الخاصه بمنتجاته، حضراتكم انتوا اللي هتقولوا اذا كان رافال حقيقي يستحق ان يكون فخر الصناعه المصريه. يا جماعه رافال صنع في مصر. تعالوا كده نشوف رافال عامله ايه. رافال مقدمه لنا 1450 واط. يا جماعه خلوا بالكم قوي وركزوا على الوات. الوات مهم. في ناس بتقول ارقام والارقام دي ما بتكونش واقعيه. ال 1450 واط من رافال. السعه اللتريه اللي انا اتكلمت مع حضراتكم في ال6 حاجات اللي اتكلمنا قلنا مهمين في اختيارها، هي السعه اللتريه 5 لتر. تعالوا بقى نتكلم عن انها معاها 2 حله. ال2 حله دول حله داخليه وحله خارجيه. الداخليه بتكون فيها فراغات وده عشان توزع الهواء كويس جدا جوه الاير فراير. والحله الكبيره اللي احنا بنستخدمها مع 2 مقبض، وال2 مقبض دول لتغيير اليد، سواء انا عايزه ادخل ال2 حله مع بعض او استخدم كل واحده لوحدها. طيب ايه تاني مهم؟ عندها الهيتر بتاعها من الستانلس ستيل. تعالوا بقى نبص هنا مع بعض كده، هتلاقوا خدمه ما بعد البيع. ودي بقى يا جماعه حطوا تحتيها مليون الف خط. خدمة ما بعد البيع دي هي كلمة قد تكون بسيطة احنا بنقولها، لكن الواقع بتاعها يعني لو هو ما كانش حقيقي تبقى بالنسبة لنا احنا أزمة. تعالوا بقى نفتح ونشوف كده رفاه مقدمة لنا ايه. أولا الكتيب الرائع ده. الكتيب ده خاص بالطهي يا جماعه، مقدمه فيه وصفات رائعه جدا جدا لكل بنوته مقدمه على الزواج او حتى ست بيت. تعالوا بقى نشوف الكرتونه دي كمان فيها ايه من رفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى فيها هدايا رائعه من رفاه. دي 10 هدايا مقدمه يا جماعه من رفاه مع الاير فراير. دي مش بتبقى موجوده مع اي اير فراير، ما بيقدموش معاها هدايا، تشتروا الاير فراير بس، لكن رافال مقدمه لكم كل احتياجات الاير فراير. بصوا كده، ده الورق وده مهم جدا. وعندي كمان مساكه من السيليكون مفيده جدا، وعندي ماسك تاني كمان، وعندي رول كده زي بتاع البيتزا، وعندي قالبين من قوالب كب كيكس، وسبونجه للتنظيف، وكمان فرشه جميله عمليه. السبراير ده هو اللي هرش بيه الزيت، وهحط فيه الزيت اللي هقدر ارش بيه جوه الاير فراير. بصوا بقى الهدايا دي اكيد ضروريه بالنسبه لنا، ولو هي مش موجوده عندنا قدمتها لنا رافال هديه. تعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود كمان في الكرتونه. بسم الله. تعالوا بقى نطلع كده، ده الجهاز نفسه. دي بقى المفاجاه الرائعه بتاعتنا النهارده. خلينا كده ايه نفتحها مع بعض. في الموتور او في الهيتر، بصوا اللي من الستانلس ستيل الخاص بيه رافال، وطبعا مزوده ب2 مروحه زي ما احنا اتفقنا. بصوا بقى الاير فراير الديجيتال دي كلها بالتاتش يا جماعه. هنا كل حاجه احنا هنستخدمها، كل بروجرام من دول محطوط عليه الشكل بتاعه عشان تبقى سهله جدا عليكم، ومكتوب ليه كمان درجه الحراره اللي هنستخدمها والتايم بتاعه قد ايه. بصوا يا جماعه، دي الحله الداخليه. الحله الداخليه دي شايفين مفرغه من الجوانب
ودي يا جماعه تيفال الاصلي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، بصوا فتحات التهويه دي عشان توزع الحراره بشكل كويس جدا جدا وقوي جدا ومتساوي جوه الاير فراير. الاهم بقى من كده ان بصوا ضمان 5 سنين. الحلتين يا جماعه ضمان 5 سنين، لكن الجهاز نفسه كاير فراير عليه 3 سنين، وتقدروا بعد سنتين تستبدلوه وتغيروه زي ما انتوا عايزين. دي ادي الحله الداخليه، ودي بقى يا جماعه الحله الخارجيه. دي بقى اهي، تعالوا كده بصوا بقى. هنركب الايد دي عليها كده، فيها هنبرس كده لتحت، لازم نضغط ضغطه عشان نركب الايد بتاعتها. الايد بتاعتها يا جماعه سهله التركيب جدا زي ما انتم شايفين اهي. خلاص. طيب ينفع احط جنبها او جواها الحله الداخليه؟ ينفع. في الحاله دي هطلع الايد دي وهستخدم الايد دي مكانها، وفي الحاله دي هقدر استخدم الاثنين حله مع بعض. تعالوا بقى نركبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم جوه الاير فراير. وزي ما انتوا خدتوا بالكم كده، هي فيها سيفتي، تدخل بتكه يعني بزقه كده بسيطه علشان تبقى ضمان. وده في كفر بصوا للزرار، عشان برضه لو في اطفال ولا حاجه ما تقعدش تلعب في الزرار فتبوظها لنا. طيب تعالوا بقى بينا نشوف بتعمل ايه الاير فراير. يلا بينا على المطبخ.